واحد واخد مني فلوس ومعايا ايصال امانه، بس مش مكتوب فيه المبلغ، يصح اخد بيه حكم ولا لا؟ طيب بص، مبدئيا كده ما ينفعش ترفع ايصال امانه ناقص اي بيان من البيانات الاتيه، اللي هي احد الاطراف الثلاثه اللي مكتوبين في الايصال او المبلغ، لازم يكونوا موجودين. طب خلاص، هو الشخص مضالك على الايصال وراح لحاله وانت المفروض ترفع الايصال ده، يبقى انت هنا لازم تكمل البيانات، ويفضل انت تكملها عن طريق خط واحد شخص اخر. تمام؟ يعني تكتب المبلغ وبترفع الايصال وبياخد حكم غيابي، وبعد كده يجي المعارضه. عشان هنا بقى نقول ان في بعض المحامين يقول لك ايه، ده هياخد براءه، ده هياخد براءه. لا، هو مش هياخد براءه. هو في بعض القضاء لو الشخص المتهم اشتغل بطريقه معينه، او المحامي بتاعه اشتغل بطريقه معينه في الايصال ده، ممكن ياخد براءه. ممكن. لان القضاء نوعين، في نوع يقول لك طالما انت وقعت على الايصال حتى لو كان على بياض انا هدي لك حكم ماليش دعوه. وفي قاضي تثبت له ان الايصال ده كان ممضي على بياض، او هو كان علاقه تجاريه او علاقه ايجاريه، فهنا ممكن يسمع شهود ويجيب لك او يدي لك براءه. هنا في نوعين من القضاه، فانت هنا مصيرك متعلق بعقيده القاضي اللي قدامك. وعلى فكره قليل اللي بيحل التحقيق وبيدي براءات، مش كتير قوي يعني. عشان ما تخافش، انت املأ الايصال وارفعه عادي.